يقول بالنسبة هل هناك فرق بين البكر والثيب في الاستئذان في الزواج؟ لا فرق، لا فرق. الثيب لابد أن ترضى، والبكر لابد أن ترضى. والبكر لابد لها من ولي، والثيب لابد لها من ولي. لكن الفرق بين البكر والثيب هو أن البكر حيية تستحي، فيكفي أن تسكت، وإذنها صماتها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تستحي، فسكوتها دليل على رضاها أو علامة على رضاها. أما الثيب فلا يقبل منها أن تسكت، لأنها نوعا ما أقل حياء في هذا الموضوع، طبعا أقل حياء من البكر، فيطلب منها أن تعبر، تستأذن، تستأمر، يعني يقال لها ما رأيك، اسكتت، تكلمي خلصينا يلا لا تدلعين، تبين ولا ما تبين؟ لابد أن تعرب عن نفسها. الثيب تعرب عن نفسها، تقول أبيه ما أبيه، موافقة غير موافقة، تعرب. البكر تسكت ما في بس، لكن الثيب لابد أن تعرب عن نفسها. هذا المقصود يعني، والله أعلم.